السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت نشارك معاكم كما كتشاهدوا في الفيديو البطاطا بالزيتون محبوبة الجماهير، كتجي بنينه بزاف بزاف ما تشبعوش منها. هنايا انا غادي نبدي معاكم. هنايا درت شويه دجاج الكميه اللي بغيتوها. هنايا عندي البصله غادي نقطعها مرصويات صغار. الصراحه كتجي معلكه وبنينه ولذيذه بزاف بزاف، انا بعدا من عشاقها. جربوها بهذه الطريقه، كتجي زوينه كتجي واحد البنه خطيره. المهم انا غادي هنا نكمل البصله نقطعها كامله هكا مرصويات صغار. هنايا من بعد ما قطعت البصله ديالي غادي نزيدها هنا على الدجاج ديالي، وهنا عندي شويه قزبره معدنوس حتى هو غادي نقطعو مرصويات صغار. هنا من بعد ما قطعته غادي نزيدو هنا في الكوكوط ديالي. وهنا عندي الثوم غادي نقطعها مرصويات هنا صغار. نتوما الا بغيتو تحكوها حكوها، انايا هنا فضلت نقطعها. انا الصراحه دائما الثوم نقطعها. هنا انا غادي ندير هنا الزيت على الكوكوط ديالي، غادي نزيد ندير زيت الروميه. بغيتو ديروا الزيت البلديه ديروها. عندي هنا شويه سكينجبير، شويه خرقوم، وهنا عندي شويه بزار، وعندي شويه ملح. انا هنا ما كترتش الملح لحقاش اصلا الزيتون مالح. هنا غادي نديرها فوق البوطه ديالي تقلى، نخليها تقلى مزيان مزيان حتى يعني العطريه تدخل في الدجاج والبصلات، يعني تقلى لنا مليح. هنا نخلي الدجاج ديالي يتقلى، وغادي نقشر هنايا معاكم البطاطا. هنا من بعد ما قشرت البطاطا ديالي هكا غادي نقطعها انا هكا على شكل طولي، نتوما قطعوها كي بغيتو. هنا غادي نقطعها كامله. هنا صافي غادي نغسل البطاطا ديالي، وهنايا نزيدها على
على الدجاج ديالي، ونحرك هذيك البطاطا حتى هي تتلبس بالعطرية كاملة. وهنا غادي نزيد غير شوية الماء سخون، ما تكتروش الماء. هنايا غادي نزيد شوية الزيتون، هذا الزيتون بلدي مشرط هنا عندي في الدار. وغادي نزيد صافي. هنايا صافي البطاطا ديالي طابت، جات على هذا الشكل. الصراحة جات بنينة بنينة، واحد البنة ما تشبعوش بيها. جربوها وردوا عليا كي جاتكم. واللي عجبو الفيديو ديالي ما تنساوش تخليو لي واحد جيم وكومونتير، واللي ما ابونيش معايا يتابونا. وشكرا لكم بزاف بزاف. مع السلامة.